واش تخيلتي نهار تقدر تركب من طنجة وتوصل لأكادير في ساعات قليلة فقط؟ واش فعلا المغرب داخل لمرحلة جديدة ديال البنية التحتية بحال الدول الكبرى؟ ولا هاد المشاريع غير بروباغندا وكلام كبير؟ دابا تخيل معايا قطار فائق السرعة كيدوز من القنيطرة للرباط للدار البيضاء لمراكش وحتى لأكادير. مدن كاملة غادي تولي قريبة من بعضها. سياحة، تجارة، الاستثمار، كل شيء غادي يتبدل. ولكن السؤال الحقيقي هو: علاش المغرب دابا بالضبط كيصرف عشرات المليارات على هذا المشروع؟ وشكون المستفيد الحقيقي؟ واش فعلا المغرب كيوجد لشي حاجة أكبر من مجرد مونديال؟ هاد الشي اللي غادي نكتشفوه اليوم. السلام عليكم، أنا محمد أمين، ومرحبا بكم في ترند فلوس. في هاد السنوات الأخيرة المغرب بدا كيتحرك بسرعة غير مسبوقة في المشاريع الكبرى، موانئ ضخمة، مطارات، طرق سيارة، ملاعب. ولكن واحد المشروع شد انتباه المغاربة كاملين: مشروع تمديد القطار فائق السرعة نحو مراكش وأكادير. هذا المشروع ما بقاش مجرد إشاعة. المكتب الوطني للسكك الحديدية أكد بأن الأشغال والدراسات وصلت لمراحل متقدمة، وكاين تعبئة ضخمة للشركات والبنية التحتية. والمفاجأة الكبيرة: الكلفة المتوقعة للمشروع قد توصل لحوالي 50 مليار درهم فقط بين مراكش وأكادير، بينما المشروع الكامل من القنيطرة حتى الأكادير قد يتجاوز 90 مليار درهم. يعني احنا ما بقيناش كنهضروا على مشروع عادي، احنا كنهضروا على واحد من أكبر المشاريع في إفريقيا كاملة. ولكن هنا كاين سؤال مهم بزاف: علاش المغرب اختار القطار السريع بالضبط؟ الجواب باين في 3 كلمات: الوقت، الاقتصاد، والمونديال. المغرب فاهم بأن أي دولة باغية تدخل العالم الاقتصادي الجديد خاصها تربط المدن الكبرى ديالها بسرعة كبيرة، حيث المستثمر ملي كيجي أول حاجة كيشوفها هي: واش التنقل سهل؟ واش اللوجيستيك قوي؟ واش البنية التحتية حديثة؟ ودابا تخيل معايا، رحلة من القنيطرة لمراكش غادي تولي تقريبا 2.5 ساعات بدل 6 ساعات. وتخيل أكثر، مراكش لأكادير قد توصل لساعة فقط. هادشي ماشي غير راحة للمواطن، هادشي اقتصاد كامل كيتبدل. يعني شنو غادي يوقع؟ أكادير اللي كانت بعيدة على المشاريع الكبرى ممكن تولي قطب اقتصادي وسياحي ضخم. الاستثمارات غادي تزاد، السياحة غادي تنفجر، الأثمنة العقارية ممكن تطلع، وشركات جديدة غادي تدخل. وهادشي كامل مرتبط بحاجة أخرى: مونديال 2030. حيث المغرب ما باغيش غير ينظم كأس العالم، المغرب باغي يخرج من المونديال بصورة دولة صاعدة وقوة إقليمية جديدة. وهذا الشيء علاش كاين تسريع غير عادي في المشاريع السككية والمطارات والطرق. ولكن كاين جانب آخر الناس ما كيهضروش عليه بزاف: هاد المشاريع العملاقة كتحتاج أموال خيالية. وكاين ناس كيسولوا: واش المغرب يقدر يتحمل هاد المصاريف كاملة؟ واش فعلا هاد المشاريع غادي ترجع الأرباح؟ ولا ممكن تزيد الضغط الاقتصادي؟ خصوصا وأن المشروع محتاج قروض وتمويلات ضخمة من مؤسسات بنكية وشركات اقتصاديين. وهنا كيبدا النقاش الحقيقي. ولكن مهما كان الرأي ديال الناس، كاينه حقيقة صعيب أي واحد ينكرها: المغرب اليوم تبدل بزاف على قبل. قبل سنوات فكرة قطار فائق السرعة كانت كتحسها خيال، واليوم المغرب عنده أول TGV في أفريقيا، والبراك نقل ملايين المسافرين وبدل مفهوم السفر داخل البلاد. ودابا المشروع غادي يكمل نحو الجنوب، وهذا كيعطي إحساس بأن المغرب داخل مرحلة جديدة بالكامل. ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح هو: واش فعلا مشروع البراك نحو أكادير غادي يغير الاقتصاد المغربي؟ ولا هاد المشاريع أكبر من قدرة المغرب؟ وانت شنو رأيك؟ واش كتعتقد بأن أكادير غادي تولي من أهم المدن الاقتصادية في المغرب؟ واش فعلا المغرب غادي يولي قوة لوجستيكية كبيرة في إفريقيا؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش دير لايك وتشترك، حيث الجاي في المغرب الاقتصادي كيبان أنه غادي يكون صادم بزاف.